السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي متابعين القناة، ازيكم عاملين ايه؟ احنا يعني النهاردة حوالي 23 شعبان، يعني كلها اسبوع ويهل علينا شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم بألف خير. انا قلت اعمل تجربة النهاردة، صينية كنافة صغيرة كده اعملها بقى بالكاستر او بالمهلبية. فانا قلت اعملها صينيه صغيره، لاني عمري في حياتي ما عملت صينيه كنافه بالمهلبيه. فانا جمدت قلبي وعملتها النهارده، وهي صينيه صغيره جدا، صغيره جدا جدا يعني. فطلعت بصراحه طعمها فوق العاده، عمري ما توقعت الطعم الخطير ده يطلع من الكنافه بالمهلبيه. فانا بقول لكم كده علشان انا عمري ما عملتها، دي اول تجربه ليا، وان شاء الله مش هتبقى اخر، لان خلاص الطعم بتاعها عجبني، لانه عالي جدا ونكهتها جميلة. وانا كمان حاطه لها بعد، يعني حاطه برضو بعض المكسرات والحاجات الحشو اللي كنت بحطه في الصينية العادية. فانا حطيت برضو زبيب وجوز هند وسوداني، حتى كنت عاملة آه، بندق ولوز وعين جمل، كنت يعني محمصاهم كده في الفرن عشان احطهم على المهلبية بتاعتنا. حتى برضو عملت نوع من المهلبية صوابع كده، نوع من صينية الكنافة بس على شكل صوابع، يعني الصابع يتاكل على قد الايه البق كده بس. فجربتها برضو، بس عجبتني الصينية بالمهلبية، كنافة بالمهلبية طلعت خطيرة خطيرة خطيرة. أنصحكم تجربوها وتعملوها، لأن اللي متعود عليها عارف إن طعمها خطير، إنما اللي لسه ما عملهاش قبل كده زيي لما يجربها هتعجبه جدا جدا جدا. حبايب قلبي بحبكم في الله، يسعدني ويشرفني اشتراككم في القناة، واعملوا لي لايكات كتير عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. حبايب قلبي إلى أن نلتقي في فيديو آخر جديد، لكم مني ألف تحية وألف سلام، وإلى اللقاء.